التشكيل الأفضل من بداية الموسم إلى حد الآن، إلى حد لحظة نشر هذا الفيديو. بسم الله. والبداية بحراسة المرمى، ولا صوت يعلو على برج إيفل العملاق دوناروما نجم باريس الأول، حامي عرين نادي العاصمة. كل هذه الإنجازات التي حققها باريس هذا الموسم كانت بفضل هذا الحارس حرفيا، من ملحمة ليفربول في الأنفيلد، والصمود أمام أستون فيلا في الفيلا باك، والأداء الخرافي أمام أرسنال في ملعب الإمارات. كل هذا جعله الأجدر والأحق بهذا المركز. وفي مركز الظهير الأيمن هناك 3 نجوم تألقوا هذا الموسم في هذا المركز، وعلى رأسهم ظهير باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي، وظهير الملكي ريال مدريد فيدريكو فالفيردي. نعم، فيدريكو فالفيردي. الفيلسوف الإيطالي كارلو أنشيلوتي اعتمد على فالفيردي في جل المباريات في مركز الظهير الأيمن. والظهير الأيمن الثالث لدينا الفرنسي كوندي، والأجدر والأحق بأن يكون في هذا المركز هو كوندي ظهير برشلونة، اللاعب الذي كان دائما أساسيا مع كتيبة هانز فليك، وهو الأجدر والأحق بهذا المركز، لا سيما هو من جلب كأس الملك لكتالونيا أمام ريال مدريد. وفي مركز الظهير الأيسر أيضا لدينا 3 خيارات. الخيار الأول النمر أليخاندرو بالدي، والخيار الثاني لدينا الإيطالي دي ماركو لاعب الإنتر، والخيار الثالث لدينا البرتغالي نونو مانديش. والأجدر والأحق بهذا المركز بكل تأكيد وبنسبة 100% من الناس ستتفق معي هو نونو مانديش، لا نقاش في ذلك. ظهير متكامل سريع يصنع الأهداف، يسجل الأهداف، يدافع، قوي بدنيا وإلى آخره. حرفيا نونو مانديش قفل هذا المركز. وننتقل الآن إلى مركز قلبين الدفاع، وفي هذين المركزين لدينا 4 خيارات كذلك. الخيار الأول إنيغو مارتينيز، والخيار الثاني فيرجيل فان دايك، والخيار الثالث باستوني، والخيار الرابع باوكو بارسي. هؤلاء ال4 لاعبين هم أفضل قلوب دفاع في العالم حاليا، والخيار سيكون إنيغو مارتينيز في قلب الدفاع الأول. 50% من الناس ستتفق معي، و50% من الناس لن تتفق معي، ببساطة لأن الذين لم يتفقوا معي هم مشجعين لريال مدريد، وهذا أمر طبيعي. في قلب الدفاع الأول قلنا إنيغو مارتينيز، وفي قلب الدفاع الثاني ليس باوكو بارسي ولا حتى فيرجيل فان دايك، إنه الإيطالي المظلوم إعلاميا باستوني، قلب دفاع إنتر ميلان. اللاعب يقدم أداء خرافي جدا هذا الموسم. انتهينا الآن من مركز حراسة المرمى ومراكز الدفاع. التشكيلة حتى الآن مرعبة، وستزداد رعبا بعد قليل. وفي مراكز خط الوسط، وأول لاعب خط وسط لدينا هو نجم ميلان الأول والأخير الجوهرة الهولندية تيجاني، لاعب موهوب من الطراز الرفيع، وبنسبة 100% من المشجعين كرة القدم سيتفقون معي رغم معاناة ميلان في الدوري، إلا أن تيجاني لديه سحر خاص، وهو الأجدر بأن يكون في هذه التشكيلة. وخط الوسط الثاني بكل تأكيد وبدون عاطفة سيكون الساحر والرسام بيدري. اتفق أو لا تتفق، فبيدري هو أفضل لاعب خط وسط في العالم حاليا. هذا لا يقلل من جود بيلينغهام، ولكن عندما تشاهد برشلونة فإنك تشاهد بيدري. وفي خط الوسط الثالث وصانع الألعاب الاختيار سيكون بين هؤلاء ال3: فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان، وبيلينغهام لاعب ريال مدريد، وماك أليستر لاعب ليفربول. هذا المركز سيكون صعبا جدا بالنسبة لي، وستبقى الإجابة لكم في التعاليق. انتهينا من مركز حراسة المرمى ومراكز خط الدفاع ومراكز خط الوسط. التشكيلة إلى حد الآن مرعبة، وستزداد رعبا مع زيادة ثلاثي الرعب الهجومي. والبداية بأول لاعب هجومي وفي مركز الجناح الأيسر، والذي سيكون الاختيار بين لويس دياز لاعب ليفربول ورافينيا نجم برشلونة وديزيري دوي. والاختيار سيكون سهلا للغاية، وبكل تأكيد المنافس على الكرة الذهبية المستر رافينيا. وفي مركز الجناح الأيمن والذي سيكون الاختيار بين المو صلاح ولامين يامال وعثمان ديمبيلي. الاختيار سيكون صعبا، ولكن الجميع سيوافقني الرأي باختيار لامين يامال. وفي مركز رأس الحربة والذي سيكون الاختيار بين روبرت ليفاندوفسكي وكيليان مبابي وإيرلينغ هالاند، والأجدر بهذا المركز سيكون كيليان مبابي نظرا لمستوى ريال مدريد السيء، ولكي لا تكون التشكيلة كلها من لاعبين برشلونة. وإذا وصلت إلى حد هذه اللحظة من الفيديو لا تنسى دعمنا بلايك واشتراك، وإلى اللقاء.